لون البول تاعك يقدر يكشف اسرار كبيره حول الحاله الصحيه تاعك، راح تكتشفوها معايا. معكم دكتور سامي زروقي، طبيب جزائري ينشر الوعي في المجتمع، وراني مشارك في مسابقه عربيه. على بالكم بلي تاهلت للنهائي مع 5 صناع محتوى عرب، وان شاء الله نربح اللقب. وكل هذا يعتمد على التصويت تاعكم. دوك كاع كيما راكم تروحوا للابيو تاعي صوتوا. الحاله العاديه لما يكون لون البول اصفر خفيف، لما هذا اللون يكون اصفر غامق، هذا يقدر يدل بلي الجسم تاعك راهو محتاج الماء، راك في حاله جفاف. دونك واش لازم دير؟ تروح تشرب الماء. لكن لما لون البول يولي برتقالي وانت ما راك تشرب حتى دواء، هنايا لازم تردوا بالكم، يقدر يكون كاين مشكل في الكبد ولا القنوات الصفراويه. ردوا بالكم. الفيديو هذا خدمته على جال هذا اللون. اذا كان لون البول احمر ولا وردي، هنا عندك ما يسمى ب إيماتوري. اكيد انه ماشي تكون كليت الشمندر اللي اسموه البطراف وتقول باللي عندي لون البول احمر. لا نحكيو انه ما كليت الشمندر ولا كاش دواء يخلي لون البول احمر. في هذه الحاله لازم ترد بالك، يقدر يكون التهاب، حصى في الكلى، كانت اذا كانت مترافقه مع الام على مستوى الظهر، ولا مشكل اخر دي فوا يقدر يكون خطير كما يقدر يكون ماشي خطير. المهم وين لازم تروح عند الطبيب تاعك. تنبيه فقط، لما يكون لون البول بني غامق بني داكن، يقدر يكون دليل على وجود دم قديم. لكن لما لون البول يكون اخضر، هذا دليل على وجود التهابات بكتيريا. بما انه رانا في شهر نوفمبر، شهر التحسيس بالامراض الذكوريه، لازم تردوا بالكم. لما الرجل خاصه اللي كيكون كبير ديباسا 50 سنه بدا يلاحظ انه فيه عسر في التبول، او الانسان ولا يروح بزاف لي طوالات ولا عنده الم على مستوى المثانه، هذا يقدر يكون دليل على وجود مشاكل في البروستات. وباش نتجنبوا مخاطر كبيره، ما عليكم غير تكتشفوا المرض في البدايه تاعو.